عسلاتي، اليوم جبت لكم وصفة عجينة الباكورة اللي تقدروا تسووا منها باكورة البصل، باكورة الخضرة، السبانخ، البيض، البطاط، الطماط، أي أنواع من الباكورة تقدر تسويها من هذه العجينة. أوكي، فأتمنى تعجبكم هذه الوصفة لليوم، وأتمنى تعطوني لايكاتكم يا عسلاتي، وتكتبوا لي أحلى الوصفات وبحاول أطبقها لكم على قناتي. أهم شيء اللايك والاشتراك والشير، وتتفاعلوا معاي يا عسلاتي، وتطبقوا وصفاتي في بيوتكم وتشوفوا كيف طعمها، وأتمنى تعجبكم. يلا لايكات وشيرات، وعطوني تفاعلكم الحلو حلو حلو مثليكم. استمتعوا بالفيديو وباي. مقادير الباكورة: نحتاج كوبين طحين حمص، ملعقة شاي كركم، ملعقة شاي فلفل، ملعقة شاي ملح، ملعقة شاي ثوم وزنجبيل مطحون، ملعقة شاي من الزيت، نصف ملعقة من الصودا، ونصف ملعقة من الخميرة. الخميرة اختياري، وأكيد بنحتاج ماء. نحط كل المقادير: كركم، فلفل كشميري أو فلفل عادي اختياري، ملح، أوكي، ثوم وزنجبيل مطحون، زيت، صودا الطعام، وخميرة الاختياري. ونعجنها، لا هي سايلة ولا هي ثقيلة، يعني بين وسط. ونغطي عليها ونخليها في مكان دافي في البيت لمدة ساعة، يعني في الفرن أو الميكرويف بدون ما تشغليه طبعا. تخليها لمدة ساعة، أو في الكبت، أي مكان عندش مكان دافئ سويها لمدة ساعة. أوكي، العجينة تكون بهالطريقة أو شوية أخف ما مشكلة، لكن لا تخليها سايلة وايد. أوكي، وغطيها عدل وخليها في مكان دافئ. أوكي، لمدة ساعة. والحين في مقلاة عميقة بناخذ زيت أقل عن الباكورة مال البصل، يعني نصف. أوكي، قليل جدا من الزيت، يعني نصف وربع. أوكي، ومثل ما شايفين أغمص أي شيء أنت تبيه، بصل، طماط. أنا اليوم مسوية بطماط، قطعت الطماط شرايح ورشيت عليها ملح وبديت أشتغل. نغمسها في الطحين أو في العجينة، ونقول بسم الله، ونقليها على نار متوسطة أو عالية عادي بعد. خلاص. أوكي، قطعي الطماط شرايح وحطي عليه ملح من الطرفين، وغمسي بالعجينة وبسم الله. لا تستعجلي، طبخيها من الطرفين. أوكي، على نار متوسطة إلى عالية. حاولي تسوي كميات قليلة، يعني أربع حبات مثلا، عشان تكون مضبوطة معاش. أوكي، وهكذا. وبنفس العجينة تقدر تسوي باكورة بصل، بطاط، بيض، أي باكورة أنت حابة، بس كمية الزيت تكون أعلى. فقط باكورة الطماط تكون كمية الزيت قليلة، أما كل الباكورة تكون كمية الزيت عالية. وهذا جهز عندنا، وبالعافية علينا وعليكم. عطوني لايك واشتراك ولايك.